لسه جديد في اليوتيوب او متردد في انك تبدا قناه، فباذن الله الفيديو ده يفيدك لاني بوثق مشاكلي الحاليه ليكوا وليا، لان من اهم اهداف سلسله كود البدايه بالنسبه لي هو التوثيق. فباذن الله تستحملوا فضفضتي وتليتوا ليها وفي نفس الوقت تستفادوا من التعليقات اللي هقولها. معاكم سيف احمد ويلا بينا نبدا باول مشكله. المشكله الاولى هي النيش او موضوع القناه. اللي عادة بيحصل ان القنوات بتختار موضوع معين لجمهور معين، وبيبقى مواضيع القناة كلها وفيديوهاتها بتدور حوالين الفكرة دي. يعني مثلا هتلاقي قنوات في التكنولوجيا، قنوات تانية بتتعمل في الطبخ وهكذا. الفكرة هنا ان في جمهور مهتم بموضوع معين، فكده كده هيشوفه. اللي بيحصل ان انت بتنزل الفيديو والالجوريثم بتاع اليوتيوب بيبعته للسبسكرايبرز بتوعك او الناس اللي هو متأكد ان هم هيكونوا مهتمين بالموضوع ده. لو الناس دي داست على الفيديو يبقى دي إشارة حلوة، يبقى خلاص ممكن نبعته كمان لناس أكتر. لكن خلينا ناخد مثال بقى بعيدا عن ده. لو حد منزل فيديو ملوش أي دعوة بالموضوع بتاع القناة، زي مثلا أنا عادة على سبيل المثال بتكلم في فيديوهات الخرافات أو الخرافات العلمية بشكل عام، وجيت دلوقتي بتكلم عن مشاكلي في اليوتيوب، اللي مهتم بده هيبقى بنسبة كبيرة مش مهتم بده. طبعا أكيد هيبقى في ناس مشتركة بس مش عدد قليل. فكرة ان يبقى في او الناس اللي هم مشتركين وبيتابعوا الفيديوهات في فيديو فوتوه، دي بتبقى علامة مش احسن حاجة انه ينشر الفيديو ده. طيب يبقى كده عندنا سؤالين. السؤال الاولاني انا ليه حاطط نفسي الحطة دي، والسؤال التاني ليه في قنوات كبيرة برضو وبتنزل فيديوهات مختلفة كتير عن بعض. الإجابة بتاعت السؤال الأولاني اللي حطيت نفسي الحطة دي هو إن عندي مواضيع كتير أنا حابب أتكلم عليها، وعامل الشانل دي عشان أتكلم في المواضيع اللي تيجي في دماغي، فمش حابب إن أنا أكتف نفسي على الأقل حاليا بحاجة معينة. في حاجات ببقى عايز أوثقها، أتكلم عن تجاربي عامة، حاجات اتعلمتها فحابب أشاركها، حاجات قريت فيها فحابب أقولها وهكذا، أو خرافات علمية سمعتها فحابب أتكلم فيها. فعشان كده الحاجات كتير قوي مختلفة عن بعض، بس في نفس الوقت طالما دي حاجة أنا حاببها فقشطة معايا يعني. السؤال بقى التاني، ليه في ناس بتعمل محتوى وفيديوهات كتير قوي في مواضيع مختلفة عن بعض وفي نفس الوقت بتبقى ناجحة قوي؟ الفكرة هنا إن الناس اللي بتعمل سبسكرايب للنوع ده من القنوات بيبقى يا إما واحد هو مهتم بالثيم العام بتاع الموضوع، يعني مثلا هو مواضيع مختلفة بس في نفس الوقت هو مركز أكتر على مثلا حاجة معينة، علم النفس مثلا، مش عارف الإنتاجية مثلا، حاجة معينة هو بيركز عليها بشكل أساسي، فالناس حابة الثيم ده، أو هما حابين الشخص نفسه، حابين طريقة شرحه وهكذا. فلو أنت حد من الناس اللي حابة طريقة شرحي أو كده، فحابب أقول لك شكرا، وأنا بحبك أكتر كده. بعيدا عن الهزار خلينا ندخل في المشكلة التانية، هي الاستمرارية والوقت. هتكلم هنا عن الخطوات اللي عادة باخدها في إن أنا أعمل فيديو، وليه في حاجات أنا بعلق فيها وكده، بس عشان يبقى عندك فكرة أنا بتكلم في إيه. فأول فيديو خالص أنا نزلته كان بالظبط من سنة ونص، فبعد سنة ونص أنا لسه في الفيديو رقم 20. ليه دي حاجة مهمة أو ليه دي حاجة تفرق؟ عشان دايما هتلاقي أكتر مساحة بتتكرر في اليوتيوب هو إن أنت تستمر، يعني أنت تعمل فيديوهات كل فترة معينة، كل أسبوع، كل أسبوعين، مش عارف إيه، عشان أنت كل فيديو بتعمله بيبقى كأنك بتضيف فرصة إن أنت تنتشر أكتر. والفيديو الواحد لو جاب ناس حبت المحتوى بتاعك هتتفرج على الفيديوهات القديمة وممكن تتابعك وتشوف الفيديوهات الجديدة وهكذا. فإن يكون عندك تنوع وفي كل فترة قصيرة بتنزل حاجة، فدي حاجة كويسة جدا. للأسف أنا مش بعمل كده، في ساعات حاجات كتير ببقى بجربها ودايس فيها بره الدراسة، وساعات تانية بتساعد في امتحانات، يعني عمال أعشم نفسي إن أنا أخلص يعني هحط وقت أكتر، هنشوف يعني. عامة الموضوع ده إن شاء الله خير. بالنسبة بقى للخطوات اللي باخدها عشان أعمل فيديو، عادة بتبدأ أول حاجة بالإطار بتاع الفيديو والعنوان وكده، الفكرة الأساسية. ممكن ان انا ادور بشكل عام، ابعت للاي اي يديني افكار تانية اكتر بحيث يبقى عندي فكره كبيره اقدر اعملها فيديو يبقى مدته كويسه. بعد كده ابدا ادخل في السكريبت نفسه والريسيرش بقى، ان انا شغال عمال بدور في الموضوع وبكتب السكريبت وهكذا، بتاكد واحط مثلا مصادر لو ده حاجه علميه بحته يعني. بعد كده بصور الفيديو دلوقتي. بعد كده بتدخل على المونتاج. طبعا يعني هو الفيديو ده من الحاجات اللي ملهاش سكريبت او مجرد نقط وكده، اسمع لي يعني. المهم نرجع نكمل. بعد كده تدخل على المونتاج. المونتاج اطول خطوه عاده تبقى تقطيع الفيديو، بعد كده ان انت تمنتجه بقى، تقعد بقى تحط الافكتات بقى ومش عارف ايه وبتاع. واخر حاجه ان انا بعمل الثامبنيل والفيديو بيحصل له ابلود. في الناس عاده بتنصح ان انت تعمل الثامبنيل والتايتل في اول حاجه خالص، بس يعني عشان وانت بتتكلم وانت بادئ الفيديو تبقى بادئ كانك نفس البدايه بتاعت العنوان والثامبنيل، عشان تاكد الشخص اللي داخل ان هو داس على الفيديو غلط، هو داس على الفيديو المظبوط يعني.
حابب اقول ملحوظه صغيره بالنسبه لسلسله جرعه انجاز بقى وعلم السلوك والعادات والحاجات اللي كنت عاملها من فتره. هي حاجات انا ببقى حابب اقرا فيها اكتر، اشوف الابحاث الفعليه اللي معموله على الناس بتقول ايه، هل بتقول نفس الكلام اللي الناس بتطلع على النت تقوله ولا لا. فانا ده نقول هي حاجه انا بحاول اتعلم منها، مش معنى ان انا بقولها يبقى انا ماشي عليها، عشان بس ما تستغربش ازاي بعاني في ان انا انزل فيديو كل اسبوع، وفي نفس الوقت كنت بتكلم عن حاجات زي دي قبل كده. ما علينا يعني. المشكله الثالثه هي الارقام والاحصائيات. خليني اقول ان انا واخد اليوتيوب حاليا كهوايه، يعني خلاص مدلوش نفس الوقت ضخم، وفي نفس الوقت في فيديوهات انا بعملها وفعلا عارف انها مش هتجيب فيوز كتير، بس انا بعملها عشان انا عايز اعملها، سواء توثيق او سواء انا الفكره عجباني وعايز اعملها وخلاص. زي مثلا فيديو المعلومات العامه اللي كنت عامله، او الفيديو ده ورغم كل الكلام اللي فات ده، الا اني برضو لما بنزل فيديو ايا كان، سواء حاسس انها فكره هتجيب او فكره عادي انا بعملها وخلاص وحاسس انها مش هتجيب، بفضل ببص كل حبة على الفيوز، الدنيا، الإحصائيات، الكلام، مش عارف ايه. فهي حاجة مش أفضل حاجة لسبب بسيط، إنها ممكن في بعض الأحيان بتلهيك عن فكرة إن في ناس غريبة بتدخل وبتشوف الفيديوهات بتاعتك وبتعملك سبسكرايب، وهي ممكن تكون حبت الفكرة أو حبت المحتوى أو حبت طريقتك أصلا. فيعني هي نصيحة حلوة سواء ليا أو ليكوا انتوا كمان. ركزوا في الموضوع ده، لان حاسس ان تقريبا مفيش فيديو حتى لو ارقامه قليله ما بيجيبش ناس، طبعا لو الفيديو معمول حلو يعني ما بيجيبش ناس تشترك في الشانل ده. رقم 4 هي معاناه السكريبت. يعني ممكن يكون في فيديوهات بسيطه زي الفيديو ده مثلا، السكريبت بتاعه عباره عن نقط والنقط تحتها نقط تانية صغيره، عشان بس ما انساش انا بتكلم في ايه. بس في فيديوهات تانية السكريبت بتاعها ممكن ياخد اكتر من يوم شغال فيه. يعني على سبيل المثال فيديو القهوه مثلا، او الفيديوهات اللي يبقى فيها كذا خرافة مع بعض، فبقعد الأول أفكر أجمع الحاجات ومش عارف ايه، وأشوف أفكار تانية من ناس تانية وأحط كله على بعضه في فيديو واحد. بعد كده وأنا بكتب السكريبت بتاع الفيديو بحب إن أنا أبقى برضو متأكد من المعلومة وحاطط المصدر اللي أنا جايب منه المعلومة دي في الفيديو. فبدخل وأنا بكتب النقطة، بدخل أعمل ريسيرش في كل خرافة واحدة واحدة، وأجيب الأبحاث بتاعتها وأكتب السكريبت وهكذا. فالموضوع ده بياخد وقت كتير وبيبقى موضوع متعب بالنسبة لي. برضو نفس الفكرة لو في فيديوهات الكتب وكده، يعني بضطر اكتب ملخص الكتاب، فبقعد بقى ممكن افر في الكتاب اللي انا قريته والحاجات اللي انا عامل لها هايلايت وهكذا عشان اكتب في الاخر السكريبت بتاعها. المشكلة رقم 5 هي معاناة التصوير. الفكرة هنا ان احنا ساكنين في الدور الاول، فالدور ده اجمد دور في وقت تخفيف الاحمال ووقت الكهرباء بتتقطع، واسوأ دور في الدنيا لو انت بتصور حاجة هتلاقي بقى كل شويه مش عارف كلب معدي بيهوهو، ومش عارف عربيه بتسخن وصوتها عالي، تبقى كل ده بيبقى طالع في الفيديو. وساعات بيبقى فيه عيال مثلا بتلعب في الشارع، فبعض في فيديوهات قبل كده كنت بقلس عليهم تحت كده في نوتس صغيره عشان مش قادر اشيل الصوت ده وفي نفس الوقت عايز اصور. فما علينا يعني. النقطه التانية هو نوعا ما انا بصور فيديوهات احسن، عندي سن البرفكشنزم، فانا خلاص في سكريبت كبير انا كاتبه وتعب فيه، فهطلع السكريبت ده زي ما انا كاتبه او ممكن احسن كمان. ف دي حاجة، فبضطر أعيد كذا شوت نفس الحتة. وطبعا ده فيديو من غير سكريبت فعلي، هو مجرد نقط أنا بتكلم منها. بس دي برضو بتبقى مشكلة، إن أنا بتكلم من النقط دي بقعد أفكر كده، مش كان ممكن أقول كده أحسن من كده؟ لا الطريقة اللي قلت بيها الجملة دي مش عجباني قوي، فاضطر أعيد تاني من الأول. وساعات بنسى أنا عدت، يعني المفروض أنا أعيد من فين في الأول، لأن أنا مش مقسم السكريبت، مفيش سكريبت مقسمه، فبضطر أعيد من أول نقطة خالص لحد ما اوصل للحته اللي ما كانتش عجباني قوي عشان اظبطها الظبطه التمام يعني. لا احس ان انا هعيدها من الاول فعلا. بمناسبه المشاكل، هي في مشكله يعني الحمد لله ما بقتش عندي، بس كانت عندي قبل كده لما كنت بطلع على الستيج، ملوش دعوه بالفيديوهات. فكره ان انت مش مرتاح ان انت تطلع قدام ناس ومش عارف ايه وتتكلم. دي خلينا نقول انها بس انت محتاج تكسر الموضوع ده بانك تدخل وتطلع وتتكلم، انك تصور الفيديو. ممكن تحس نفسك كرينج عادي وانت بتعمل ايديت، بتحصل عادي كتير. فيعني اللي انا عايز اقوله ان دوس عادي، دي مش قصه بالنسبه لك او اسوأ حاجه يعني انت ممكن تسمعها، ان خلي بالك يعني ايه كان ممكن تحسن شويه عن الفيديو ده. ما حدش هتلاقي حد مهتم قوي لدرجه انه يقعد بقى يقلس عليك مثلا وكده، فاهم؟ لو انت دي حاجه حاططها في دماغك. فبس المشكله رقم 6 هي معاناه المونتاج، اطول خطوه في عمليه الفيديو كله. بالذات لما يبقى في فيديو طويل زي مثلا الفيديو اللي فات بتاع كتاب محاط بالمرضى النفسيين. الفيديو مدته نص ساعة 5 دقايق، فأصلا التصوير بتاعه كان مدته أطول من كده، يعني ممكن عشان الإعداد وكده وكذا كذا مرة بعيد، ممكن كانت ساعة ونص أو ساعتين.
فبقطع كل ده، بعد كده باخد كل ده واظبطه وكده. يعني ساعات كتير بحس في النص ان انا اتخنقت، زهقت بتاع، فبوقف. فالفيديو ده فضل محشور في المونتاج بتاع 3 شهور ولا 4 شهور. فدي مشكلة بصراحة. بس يعني من الحلول اللي ممكن تعملها ان انت تبعت الفيديو لحد بيعمل مونتاج، تدفع الفلوس. انا مش حابب احط فلوس في حاجة ما بتجيبش فلوس لسه، يعني مش مهم. او الحل التاني اللي انا بقى فعلا ساعات بعمله هو ان انا بجرب حاجات جديده. يعني مثلا في فيديو من الفيديوهات كان من فتره كبيره، كنت عملت ايه، كنت مسكت الموبايل وخليته يطلع هولوجرام وبتاع، وكنت مستمتع فعلا وانا بعمل الحاجه دي، على الرغم ان انا بستثقل المونتاج عامه. بس وانا بجرب حاجه جديده بحس لا الموضوع بيبقى لطيف بالنسبه لي، في حاجه انت ممكن تعملها يعني. نقطه رقم 7 هي مش مشكله قد ما هي انا يعني ببقى مخنوق من رد فعلي شويه. بتبقى لما حد يقول لي انا شفت الفيديو بتاعك او شفت قناتك. دي حاجه بتبسطني جدا الحقيقه. بس يعني بحس ان هو الشخص خد من وقته وكسر رهاب اجتماعي وبتاع عشان يقول لي الجمله دي، بحس ان انا عايز اقدر الشخص. فساعات بحس ان انا رديت كويس ماشي، ساعات تانية بحس ان انا ما قدرتوش بما فيه الكفايه، وساعات تالتة بحس ان انا افورت. ف يعني حاجة غريبة نوعا ما، كنت حابب ان انا اقولها في الفيديو. المشكلة رقم 8 انك تعمل شير لللينك بتاع الفيديو بتاعك على فيسبوك او واتساب او اي منصة تانية مختلفة عن اليوتيوب. مشكلة الفكرة دي ان انت بتضحي بمدة المشاهدة مقابل ان انت تزود عدد المشاهدات. ليه؟ لان انت في ناس كتير بتبقى معدية مثلا ايه ده عامل فيديو، يدخل يشوف يدي بصة كده، لا والله عامل شغل حلو، لا يعني مش حلو قوي، ويروح جاي خلاص قافل. هو مش مهتم قوي بالمحتوى قد ما هو مهتم اللي هو ممكن يدي بصة يشوف انت عامل ايه، فاهم؟ فده ماشي، هو اداك فيو، ولكن بقى اداك واتش تايم قليل، فالافرج عامة هيبقى قليل. فدي بيبقى حاجة مش أحسن حاجة قوي لليوتيوب. يعني ممكن برضو تبقى واخد بالك من النقطة دي وانت بتشير. اما النقطة رقم 9 هي نقدر نقول اكتر هي فكرة كانت بتيجي في دماغي كل شوية، ان ليه ما تعملش قناة انجليزي وتدخل بقى يبقى فيه تنتشر العدد اكبر، وفي نفس الوقت تحسن النطق بتاعك ومش عارف ايه مع الوقت. فالفكرة يعني لما جيت اجربها، طبعا بصراحة انا ما بدأتش غير فيديوهين بس، ومش هبعت لينك القناة اصلا. بس النتيجة ما كانتش زي ما كنت متوقع. لا عادي، الموضوع كان عادي خالص، الفيديو بيتبعت عادي خالص زي القناة العربي، بل القناة العربي ممكن أسهل كمان شوية عشان بيبقى عندي فيس أشير فيه، واتساب أشير فيه، وهكذا. فيعني الموضوع كان عايز وقت أكتر من كده. أنا منزلش غير فيديوهين، وبنزل هنا فيديو كل شهر. فأكيد مش هنزل هناك يعني. يعني إن شاء الله أبقى أفضل أكتر شوية. هي حاجة كانت جت في دماغي حبيت أتكلم فيها بس. بما إن أنا خلصنا مشاكل، فحابب أقول برضو إن في حاجات كتير أنا فعلا مبسوط بيها. يعني أنا فعلا بحب إن أنا أعمل thumbnails، دي حاجة أنا فعلا بستمتع بيها أوي. فعلا مبسوط ان انا خدت الخطوه ان انا بدات وعملت الشانل دي، ومفضلتش مستني ان انا افضل بقى اتعلم مونتاج ولما افضى والحاجات الكتير دي. واي نعم يعني الريتم بتاع نزول الفيديوهات وحش جدا، بس يعني ان شاء الله يتحسن يعني مبسوط برضو ان انا بوثق رحلتي دلوقتي والمشاكل اللي اتعرضت فيها اللي بعد كده، وان في ناس ممكن تستفاد من اللي انا بقوله ده. واخر حاجه انا فعلا مبسوط بيها وهو ان في 233 شخص لحد دلوقتي مهتمين باللي بيتقدم هنا وبيستفادوا بيه وبيستمتعوا ان شاء الله يعني. واتمنى تفضلوا تستفادوا وتستمتعوا دايما يعني. ويعني شكرا ليك. في النهايه حابب اقول ان اتمنى تكون استفدت على الاقل نصيحه صغيره من الحاجات اللي اتقالت في الفيديو، او حسيت ان المشاكل اللي انت بتواجهها دي انت ما بتواجههاش لوحدك، عادي. كلنا كده. وحابب اقول ما تبقاش حاطط توقع دايما ان القناه ممكن تضرب، بالذات لو قناه تعليميه وبالعربي كمان. اهم حاجه انك تبقى واخد الموضوع انه بالذات كهوايه، ان انت فعلا حاجه انت بتحبها وبتحب تعملها، فما توقفش ده. نصيحه يمكن انا مش احسن حد يديها خالص، بس حاول على قد ما تقدر ان انت تخلي فيديوهاتك بينها وبين بعض اقصر مده ممكنه، مثلا كل اسبوع، كل اسبوعين، او في فتره قليله، عشان ده بيساعد الكتالوج بتاع الفيديوهات اللي قبل كده، وبيساعدك انت بعد كده. دي حاجه مهمه. ولو حابب فيديو يساعدك في رحلتك عامة، فشوف الفيديو ده بتاع لغة جسدك على المنصة، أو فيديو تعلم أي برنامج بدون كورسات بيحكي. كنت بتكلم عن رحلتي في الفيديو إيديتنج بشكل عام، وبس كده نورت. الفيديو ده تعلم أي برنامج بدون مونتاج، كنت بتكلم عن رحلتي بدون مونتاج بدون يخرب بيت كده.